السيمفونية بقى اللي اشتغلت دي، احنا كستات بيوت لما بنسمعها بنفرح بيها جدا. فاكرين الملوخية اللي خزناها سوا من شهرين؟ تعالوا بقى نعملها دلوقتي، وهقولك كده على كام تكاية يخلوا الملوخية معاكي طعمها جنان. اعملي بس اعجاب للفيديو وتعالي كملي معايا علشان تشوفي انا عملتها ازاي. بصي بقى، اي نوع مرقه عندك بتستخدميه وبتكوني طبعا محيقاها. انا استخدمت مرقه لحمه، ودي الملوخيه اللي احنا خزناها مع بعض من شهر 7 اللي فات. بصي تحسي انها مسوده. طب بصي بقى، اول ما هقلبها اللي هيحصل وهتشوفي لونها عامل ازاي. لونها مش هيتغير معايا خالص. وهقولك على التكايتين كده تعمليهم في الملوخيه هيخلوا الطعم بتاعها في حته تانية خالص. تمام يا ستي. اول ما بنحط الملوخيه المفروض تخلي ايدك فيها على طول علشان ما تغليش جامد مني. انا على طول بصوا مقلباها كده مش بسيبها تغلي. وبحط بقى معاها ايه، معلقه صغيره جدا توم ني كده، معلقه توم ني صغيره، يعني ممكن فص او فصين بالكتير. تمام. وبعد كده اسيبها بقى ايه لحد ما التلجية اللي فيها دي تفك، وابدا بقى اجهز بالطشه. الطشه بتاعتي بقى دي بتعتمد على ايه اللي انت عايزاه. ممكن تحطي سمنه بلدي او زبده او ليا ضاني مثلا لو عندك. انا استخدمت سمنه. وهحط بقى فيها الثوم من غير كزبره، الثوم مدقوق بملح بس. تمام. ومش مكتره الملح علشان المرقه بتكون متحيقه. فانا حطيت بقى الثوم ومش بخلي الثوم يتحمر جامد معايا، يدوب بس كده ايه يصفر علشان ما يمررش مني. بس قبل بقى ما تشها هي بقى التركايه هنا، انا مش عايزه الكزبره الناشفه تمرر مني، فبحطها في الاخر اول ما اشم ريحتها اهو كده. اول ما اشم ريحتها على طول اطش الملوخيه. خلاص انا كده لميت كل طعم الثوم والطشه اللي في الطاسه واخدتهم وحطيتهم بقى على باقي الملوخيه. في بقى التكايه وهي دي الاخيره، ان انا بعد ما بطش الملوخيه بحط لها معلقه صغيره كزبره ناشفه. انا كده الملوخيه بقت خلاص خلصت معايا، مفيش احلى من كده. بصي ما شاء الله تقيله على فكره، انا عاملاها تقيله، انت تقدري تخففيها عن كده براحتك، بس انا كنت عاملاها تقيله، انا بحبها تقيله. اقول لكم بقى على حاجه. اولا صينيه الوراك دي انا هنزل الفيديو بتاعها لسه. تمام. تعالي بقى تابعيني على الانستجرام وتيك توك واليوتيوب او الفيسبوك، اكتبي شيف ايناس عبد الله في البحث بالعربي او بالانجليزي وهتلاقيني. جربوا تاكلوا الملوخيه من غير ما تطش، وهتنفعكم جدا في الدايت. لما بقول لكم على حاجه تجربوها ببقى متاكده ان طعمها تحفه. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. متنسيش بقى تعملي لي اعجاب ومشاركه وسبسكرايب على اليوتيوب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات، وكمان تسيبي لي كومنت تدعميني بيه. اشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه.